عجوزتي ما خلتش الحكاية تحبس هنا، حبت تكبرها بالسيف. كي خرج وحيد ما خلتش بالمعايرات، وزادت فوقها تهمتني باللي سحرت وحيد وجبته ليا وبدلته عليها، وما على باليش كيفاش وصل الخبر لبابا. انا شكيت، حكيت في التليفون البنت بنتها اللي هي مرت خويا، وخويا باينه باللي ما راحش يوقف في صفي. ممكن هو اللي حكى لبابا. المهم اشقى وجا عندي واستقبلته عجوزتي، ولاقاته تشكيله مني فيها وفيها وفيها، وانا غير ساكته على بالي بلي ما يمكن نهدر. ما راحش ندي الحق. حتى قال لي بابا واش كاين؟ قلت له والله ما كاين والو يا بابا. جاب وحيد ليتر حليب ومالفين نتقاسمو. كي غليت النص ديالي صبتو فازت ورمت الباقي، وهي كبرتها من التم وهي اللي تجي تشكيلو وتعاير وتعاود. انا نهدر وهي ما حبتش تسكت، وتال موالف تماليا بردين كتافي، وما كانش اللي يرد عليا الظلم. زاد فيها وتجرأت وعاودت تهمتني بالسحور قدام بابا. هنا انطق وقالها شوفي الحاجة، انتو منسى من عند ربي لسانكم نار، كي انتي كي بنتي ما فيكمش الخير. بصح باش توصلي وتقولي عليها سحرة، هذا يسمى راكي تقولي حنا اللي ربيناها عليها. يما لا ماذا بيك شدي قدرك وقصوا علينا هذه الحكاية هنا. كي هدر لها كلمة ما زدتها. المهم موراها كثرت المشاكل، وانا ثاني رجعت ما نسكتش. ومن بعد وحيد حبس الخدمة مع شريكو وكلالو حقه، وخرجوا غير ب10 ملايين. قلت له هذه اللي يقول لك دراهم المشحح ياكلهم المرتاح. بخلتني وجرى قد اداهم بالبارد بصحته. خوه قال له خرج الكراي نسكنوا في هذيك الدار ونفتحوا هنا نص بالنص. انا نفتح كوداك وانت افتح واش حبيت، رانا خدامين على روحتينا. وكيما كان الحال قسموا السكنة ما بيناتهم وداروا مشروع، واحنا رحنا للسكنة الثانية ماشي بعيدة على الولاية، وقسمنا كل وحدة جهتها. انا فرج ربي عليا وديت صالون كبير وكوزينة، وهي ادت الباقي. كي بدا واحد الخدمة وعاود بدا يرفد روحو شرى لي ماشينة لافي، وارتحت من الغسيل باليد الحمد لله. حطيتها في الكوزينة، بصح المشكل الكوزينة ديالي جاية على الطريق وما فيهاش الباب. كي رحت لدارنا زيارة ورجعت صيبتها حابسة ما تمشيش. خبرت راجلي جاب الخدام شافها كيف فتحها، صاب الخيطة تاع العصير منحي. قالوا هذه واحد فتحها وجبدوه بالسيف. سكت، عرفت باللي خدام مع جوزتي، بصح ما حبيتش نكبر الحكاية مادام خدمها خلاص. واحد النهار بنتي خلاص لها الحليب وما عنديش تليفون باش نعيط لباباها ونقوله جيب في طريقه. رحت لعجوزتي ما حبتش تمدلي باه نعيط له. قالت لي ما عنديش لوزينيتي وهي زقارة بركب على بالي باللي عندها لخطر. كي قلت لها ابعثي له ميساج تاع باطل يعاود لك، قالت لي التليفون راهو يبلوكي. قلت لها صح روحي اشري لها وكي يجي باباها يحاسبك. قالت لي مانيش قادره وركيبي. قلت لها شوفي لي كاش طفل صغير برا نبعثه. قالت لي ما تخلطيش الجيران واحنا في حومه جديده. المهم غلقت كامل البيبان في وجهي غير باش تدير لي مشكل مع راجلي. وفي هذاك النهار من ظهري المعوج دار الروطار شويه وما دخلش بكري من الخدمه. غير فتح الباب قلت له وحيد ما تنحيش حوايجك، الطفله خلاص لها الحليب وما عنديش واش ندير لها في الليل. قال لي وهذا وين تهضري؟ قلت له ما عنديش باش نعيط لك. قال لي علاش ما عيطتيليش من عند يما؟ قلت له ما عندهاش فيه لوزينيتي. قال لي راكي تتمسخري بيا، ما تعرفيش تبعثي لي ميساج باطل نعاود لك. حكيت له كل شيء، تنهد وعاود خرج جاب البنت الحليب. وغدوه من ذاك كي جا العشيه من الخدمه قال لي جبت لك تليفون. فرحت بزاف. قال لي بصح ممنوع مواقع التواصل الاجتماعي كامل، ولفليكسي حاسبني عليه. مرات نفليكسي بالتخبيه باش نعيط لماما وكيف يقلي عيط عليا. موراها الحق العرس تاع لوسي باش يرفدوها. ناس دارها فتحت لهم داري طيبوا فيها وجبتهم قعدوا فيها الناس. جريت حتى حفاو رجليا، كانت ما زالت فيا النية مالقري كامل واش داروا فيا. خدمت معاهم بالقلب الصافي، واش يقولوا لي ندير. حتى البكا وبكيت معاهم كي جاهم خارجينها. بصح يكذب عليكم، اللي قلبوا دوني يقعد دوني. جازوا لي مات نهار مليح ونهار قبيح، وبنتي بسلامتها كل يوم تكبر حتى لحقت 3 سنين. وعجوزتي على نفس سيرتها معايا، ما حبتش تخطيني وين ما تروح ضيفة يعمروها عليا كي الريفي وتجي محرشة وتدير لي مشكل. لحقت بيها رفدت لي العصا وحبت تضربني. كي عيطت الماما شكيت لها قلت لها كرهت، ووصلت بها حبت تضربني. قالت لي ربي سهل عليكم ما بيناتكم
واحد ما يجيك وواحد ما يدخل روحه في مشاكلكم، دبروا راسكم. ما استغربتش من كلامها، اصلا ردة فعلها متوقعة، ماشي حاجة جديدة. زدت شكيت لراجلي قالي واش حبيتيني ندير لها دوك. دخلت عجوزتي علينا وانا نحكي له، دارت حالة وخليتها تهدر ورحت قعدت في الكوزينة، حرف ما رجعتولهاش. وحيد غير ساكت. قالت له بوجهها وزيد تشكيلك، لو كان سقسيت على بنتها اللي نهار كامل وهي هاملتها وتضرب فيها سي نورمال، ما عندهاش الوقت ليها لخاطر تبات تحكي في التليفون والفيسبوك مع الرجال. جا عندي للكوزينة قال لي واش راهي تهدر يمه؟ صح، راكي تضربي الطفلة وما طيبلهاش تاكل. ضحكت باستهزاء وقلت له اللي ما ياكلش راهو في القبر. قعد في الكرسي وحط بنته في حجره وقالها قولي لي بنتي، ماما راهي تعطي لك تهمي يعني تاكلي؟ قالت له لا لا راني ناكل عند ميمة جدتي. خزر فيا وانا قعدت مشوكيه. قالها وصح راهي تضحك يعني تضربك وتنطق العدوة تاع كرشي. قالت له ايه دايما تضربني وتوجعني. تشوكيت، مولات 3 سنين تعرف تكذب. هنا عرفت باللي جداتها كانت تقريها لخاطر كانت تدور عندها بزاف. عيطت عليها وقلت لها شوفي يما لكي هكذا ما اليوم شوفوا وين تاكلوا. قال لي جيبي تليفونك مديتهولو. قال لي مع من راكي تهدري كي نخرج؟ قلت له ديه خليه عندك، اذا عيط كاش نيميرو ما تعرفوش ولا ميساج برك غلطة اللي تديرها في حقك. ودرت اليماه قلت لها وانتي يا شيبة النار انت جاتك راهم في الحج وانتي قاعدة تعسي في نرجس المغبونة، وايش حبيتي عندي؟ على هذه الكلمة ما فقتش كيفاش ناض ليا واحد وخنقني بزوج يدين. قال لي والله وزيدي تقباحي في يما غير نقتلك. كي اطلقني قلت له يما لا جيب يماك رقدها معك، ورحت بعدت فراشي على فراشو. عيط عليا وقال لي بلعي فمك. قالت له يماها يا وليدي وتروح تبات معايا لهي هذه خلاص هبلت تاع الصح. قلت لها خرجي من شنبرتي واش راكي حابه عندي دوكا قيليني وانت ديه كاش ما مخبيت له نساء عندك وانا ما على باليش. قالت لي ايه كيما موال فانتي الداخلي رجال. قلت لها الرجال اللي يدخلوا عندي جوزيهم انتي من الباب انت برا. شنفت وخرجت وانا خبطت الباب تاع بيتي غلقتها بالمفتاح. ناض وحيد جاي يفتحها باش يخرج قلت له يتفتح الباب تاع الصالو كل شي نكسره. قعد غير يشوف فيا ومن بعد بدا يضحك على بالو بلي يمه زادت فيها وبنت على وجهها تاع الصاحب حكايه تاع رجال والتليفون. هو يعرفني واش نسوى وعلى بالو بلي مام كاين فليكسي في تليفوني نهضر مع ماما ولا مع مرت وليد عمو. حكمت بلاصتي وحطيت بنتي قدامي وقاعده نبكي. جا قعد قدامي قال لي سمحي لي. قلت له لا واش نسمح لك الكلام هذا كامل وزادت تهمتني وانت ساكت وتزيد تخنقني وايش ربحتوا كي راكم معايشيني هكذا وظالميني. قال لي خلاص اسمحي لي علاش انا نعرفك غير من اليوم ما نعرفكش واش عندي حتى نأمنها. لو كان أمنتها راني حاوزتك ولو كان شفت فيك غير شوية يا حسراه من اللي راني طلقتك. نوضي ارجع لبلاصتك. قلت له بعدني مانيش حامله نشوف فيك. انا بيت نبكي حتى دتني عيني ورقدت وهو بيتي تنهد حتى عينيه حمارو مزعاف. بكيت غدوة من ذاك الصباح كانت صب تخرج. ناضت بنتي قلت لها علاش قلتي لبابا ماما تضربني وما تعطينيش ناكل وناكل عند أميمة؟ قالت لي أميمة اللي قالت لي قولي هكذا. قلت لها بصح الكذب حرام واللي يكذب ربي ما يحبوش ونزعفوه منه كامل. وقعدت نحاول نفهمها وهي غير تضحك. عقل الذراري لا لوم عليها. في الليل كي دخل وحيد للدار عاود طلب مني السماح وحلف ما يزيد يرفد يده عليا. قعدنا نحكي ونضحكوا في هذيك الليلة ومن بعد قلت له وحيد حبيت نسقسيك على حاجة ما زال هالدوك في قلبي ما فهمتهاش. قال لي غير الخير. قلت له واشنو الحك؟ تكلطة بالضحك وقال لي حك تربح. قلت له والله ماني بالصح انت واش قولي ماني ديروه. قال لي واش معولة تخبطني بواحد صحيح وقيل. اضحكت وقلت له عام نعرف وشنو هو من بعد ساهل. اضحك ومن بعد قال لي الحك هذا كشغل السحور كانوا بكري ناس جاهلين يديروه كي يحبوا يكسبوا واحد الجهتهم بصح علاش. حكيت له واش سمعت من قبل نهار خالتي قالت لي عليه اليماه. ضحك وقال لي انا على بالي معولة ديريه ليا باش تكسبيني. قلت له الجنة اللي راني ضامنتها خصني غير نزيد نخدم دعاوي الشر وندير لك السحور. الله لا يوصلني لهذا الشوفات. قال لي اذا نجوزو كل ليلة هكذا غير حك تربح. ضحكت وقلت له بعد الشر
لو كانت تتهلا فيا وتكسيني وتلبسني والله ما عنده ما يخصك، كل يوم لبساه، مرة شاكيرة مرة هايفة. وشبعنا ضحك في هذيك الليلة. قالي انتي بلا هادو راكي دايرتني تحت رجناحك. قلت له علاش راك تشوف فيا داندو؟ قال لي حاشا داندو. رميت عليه المخدة وهو يضحك وجوزنا ليلة ولا أروع. جازوا أيامات ولوسي حب يخطب مع الأول، كانت الخدمة مشيتلو وحمد ربي. ومن بعد كي دخل خالو معاه شريك، كي غيب هو خالو طالقها ما بالوش كامل. اللي يجي يدخل خلاوه بالكريدي والسرقة منعكس. رجع الجراج هذاك قهوة موح اشرب وروح، ولا باع جهته وقال وحيد عندي دراهمي ونتزوج نورمال. بصح يماه قالت له لا لا كمل بيعه ونزوج اخوك بيه. قالها وحيد يما ياك النهار الاولاني اتقاسمنا بالنص، ودوكا باع جهته وما هدرت والو علاش نزيد نبيع انا النص الاخر. علاش خياتي البنات ما يسالوش وانا ما سالش؟ دا واحد بزاف عليه الاخر ليا انا وخياتي. قالت له لا لا بيعو، ما عندوش، عيات معاه وما باعوش. المهم خطب لوسي بدراهمو، وعجوزتي مدت له مذهبها وزاد شرت له باغوغ باش يمدها لمرتو في الدفوع. قلت لها عندك زوج عرايس، واحدة حقرتيها وواحدة طلعتي لها علامها، بصح شفاي عليها. لو كان ما تخرجش فيك كنتي كي بناتك وتجيب لي حقي منكم وانا نتفرج. نعيا ونفكرك. ناضت تضحك. قلت لها ضحكي ذكرى كيف الواسع. اذا انت نسيتي انا ما نسيتش دموعي وجوعي وانا صغيرة. ما جوزت يامات عرسي كي البنات، ما نفست براحة البال معاكم كنسة. حقرتوني بصح يجيب ربي اللي يحقركم، غير ما تخافيش. وخرجت وخليتها لحقت الخطبة، دارت بنتها الكبيرة القاطو. وانا قلت لهم اذا حطيت يدي معاكم في حاجة ما نتسمش. مدلي واحد دراهم خيط قفطان بوغدو مطروز. الله الله، ضربت غير الفوق اللوكس ولا مكاش. خرجت مع جوزي للفترينات، شريت له صباط دوغي مع بوشات ديالو، وشريت لبنتي واش تلبس. وكي قعدوا لي دراهم رفدت زوج نويزات نتاع تعرويس. عولت ندخل في المتقدم والمتأخر، وعجوزتي تمشي وتدوس فيا. قالت لي دراهم وقعدوا في جيبك راكي تلعبي بيهم. قلت لها دراهم راجلي، وكي ما نتقلشش في حياته وقتاش نتقلش ربي خليهولي تاج فوق راسي، ناكل ونوكل. ما ديتشي الناس ما عندي مناش نخاف. حسيت بيها باللي غارت ووليت نغزل فيها عيني عينك. نهار الفيونساي فرجت الصالو ديالي للناس، كان كبير الله يبارك، ولبست حجابي وجيت خارجة انا وبنتي. نطقت لوسي قالت لي وين راكي رايحة؟ شكون يكمل معايا؟ قلت لها البركة فيك انتي ويماك وخياتك، انا نقعد بنت الناس. وخرجت وخليتهم اداني وحيد للحفافة كي كملنا انا والطفلة. عيطله في التليفون جا رجعني للدار طرق كاملة وهو يتغزل. كي دخلت صبت الغاشي بداو يجيو وانا لاتيا بروحي. اللي تعيط لي من الوساتي نقولها راني مشغولة، وكان حاب نخدم وتجي وحدة فيهم تتأمر عليا نقولها ما تدبرش عليا، نخدم كيما نعرف. المهم خرجت لهم للعيب ديريكت حتى تقلقوا من تصرفاتي، لخاطر والفوا بيا كي العبيد عندهم غير نعمهم عليه. هذيك الخطبة جست روعة، وزاد دخل وحيد بريتنا قلوبنا باش طيح انا وياه، وهما غير يخزروا ويتخنزروا فينا. كان من ذاك يروح ويعاود يرجع يطولوا يغمزني، وخياته يقولوا لي واش درتي للراجل حتى يموت عليك كامل هكذا؟ بدلتيه كامل وكساك بالدوبل. قلت لهم لو كان جا الحب بالكسوة يما على واش راكم لابسين ذهب رجالكم يموتوا عليكم. ملتا مسكتوا كلمة ما زادوها معايا. جزوية مات والعجوز ما زالها في عوايدها معايا. حتى واحدة نهار خرجت بنتي تلعب مع طفلة صغيرة بنت الجيران. هذا الجيران يبيعوا اللبسة ديتاشي. كانوا البنات في زوج يلعبوا في الجراج ديالهم شوية، وسمعتها دخلت للدار تبكي. رحت نجري باش نشوف واش بيها. صبت الدم يسيل مدراحة وجرح صغير. قلت لها واش بيك؟ قالت لي طحت على الحديد. قلت لها خلاص بنتي ما كان والو ذاك يتنحالك وتبراي. غسلت لها وسكتها وعاودت خرجت. عيطت لها جداتها ما نعرف واش قلت لها، ومن بعد خرجت برا. انا كان في بالي باش تشوف جرحها. حتى دخل وحيد مقلق صابني مع العشاء. قال لي واش درتي للطفلة؟ قلت له بالتعب. واش كان تاني؟ قال لي هبلتي تضربيها بالموس. قلت له اواه المرة هذه ماشي داروا لك الحك، لا لا داروا وزادوا فلادوز. ناضي يضحك ومن بعد قال لي والله من نيتي صح، خوفتيها بموس وكي خافت منك وجات هاربة قصيها في ذراعها. قلت له اسمع واش بيك؟
اللي يجي يغني لك في ودنك. علاش أنا مرت باباها الطفلة كانت تلعب مع صاحبتها في دارهم وطاحت على الحديد تجرحت شوية، هذا مكان وتقدر تروح تسقسيها يكرههم غير هنا مقابلينا ماشي بعد. سكت عيط لبنتي، جت تجري قلت لها قدام واش بيك من يدك؟ قالت لي ضربتيني بموس. تنهدت وقلت لها واش هدرنا على الكذب؟ قالت لي ميمة هي اللي قالت لي قولي هكذا، وانا قلت لها لا لا طحت وما نكذبش. خزرت في باباها ونضنا نضحكوا، هي كانت تصنت سمعتنا نضحكوا، سمعتها تقول علاش كاش ما خلت في الراجل ندبت له بس ححير. قرب عرس لوسي وانا لاتيه غير مع واش نلبس، متلي واحد دراهم حطيت موديل خرج جديد عند الخياطة ودرت الميناج للدار وعجوزتي ولداري قبل ما يجول وسهتي باش نجبد روحي، وزدت لها نوع تاع قاطو. ولوسي كانت ايامات قبل العرس كل يوم يدير سهرات لصحابه، كنت نبات في الكوزينة قايمة له بضيافه، وكي يخرجون نزيد نسيق الدار ونفرش باش الصباح نتلها بجهة داري. كي جاو خياتو جبت روحي وخليت لهم الكوزينة وقلت لهم في قلبي راهي لكم. بدا لوسي وجد الحنة ديالو وقال لعجوزتي مديلي دراهمي باش نروح الحمام انا وصحابي ونديرو حفلة عشوة. خرجت عليها الطريق وقالت له ما عندي ما خبيت عندي. السيد ضرب على عقله ما صابوش اكلا روحه وحب يخرج محواجه، قالها اجبدي لي دراهمي، قلقاته ما خلته يشبه العريس حتى كان راح يبطل وحبس كل شي. وحيد كي شافه هكذاك راح باع الجراج اللي قعد ومدلو النص وقال له روح ازها مع اصحابك، ماشي كل يوم رايح تتزوج، افرح بعرسك وما تديرش على يمه. وحكام النص مدوا الخياتو حقهم ودا حقه. انا وحيد كان على بالنا على شي ماه درت هكذاك، قعد نص الجراج في قلبها وحبت تحطنا في الامر الواقع، عن بالها رايحة نديها انا ونتمتع بدراهمه. بصح ما نكرش باللي راجلي فرحني صح وشرى لي منهم مناقش لبستهم وقلت لهم بلا كايور، خاصني غير نقول لهم ذهب هكذا وما سلكتش من عينيهم. وصل النهار اللي نجيبوا فيه العروسة، قلت لواساتي انا عندي زوج زرابة زيدوا تاع يماكم نفرشوهم باش نروح للحفافة. قالوا لي لا لا فرشي دياولك ونزيدو نجيبو من عند الجيران تاع يما جدد واش يغسلهم. قلت لهم ديالي ما خممتوش شكون يغسلهم، وكي ما حبوش يمدولي رفدت الزرابة ديالي وحطيتهم داخل الكنابي كوفري وغطيته. قلت لهم نصيب الزرابة ديالي مفرشين ما تفرش، وخرجت رحت الحفافة. كي رجعت سبتهم جبدوهم وفرشوهم وزادوا جابوا من عند الجيران. قلت لهم شكون اللي فرشتهم؟ نطقت لوستي الكبيرة وقالت لي انا، عن بالها نحشم منها. قلت هاي مالك ما جبتيهم تعاودي ترفديهم وترجعيهم لبلاصتهم، خلي العرس يجوز على خير. قالت لي علاش رجعتي هكذا مشرارة؟ عندك لوسك واحد استخسرتي فيه زوج زرابة. قلتها وانتوما ماشي خوكم ولا ولفتوا ديروا العيب فيا، ياك غير هو اللي قعد بلا سواج ولما راكم مخبيين تاع يماكم. انا ما استخسرتهاش فيه بالصحة، قرايتكم الناقصة اللي وصلتني. قالت لي يما حبت تحج وتفرشها. قلت لها كي تحج انا نشري لها زربية. المهم خشنت راسي وما عليها غير رفدتهم ورجعتهم لبلاصتهم، وجابت تاع يماها درتها زكرة باش نوري لهم الفياقة الزايدة وقيل والفوا بيا. جبنا العروس وجاز العرس وانا بديت نفرز في داري والوساتي يفرزوا في جهة تاع يماهم، ومارت لوسي حكموها قراوها وقالوا لها ما تدوريش بها فيها وفيها. غدوة من ذاك صبحت تشنف وهي ما زلت عروسة جديدة، ما شافتها خيري من شري. صبحت زابطة وجهها وتشنف عليا وتيفية عرفتهم عمروها عليا. قعدت نوحد في ربي، قلت المخلوقة مازال ما شافت خيري من شري بالخف قابلتني بالعيب، ما عليه خليها العشرة فتاشة متاعية وتعرفهم على حقيقتهم. قعدت نتصرف عادي في هذاك النهار حتى راحوا كامل الغاشي. وغدوة من ذاك قعدت غير وحدها ورحت عندها لبيتها، دقدقت لها في الباب حسيتها تفرفشت. قلت لها صباح الخير، تبسمت ورجعتها لي. قلت لها كيفاش صبحتي لباس؟ قالت لي الحمد لله. قلت لها شفتك ما خرجتيش، جيت نشوفك كش ما تحتاجي. قالت لي والله غير حصلت وعيت نفرز ما صبت راسي من رجليا، البيت ضيقة بزاف وما عرفتش كيفاش نحط الدوزان. قلت لها ربي يوسعها عليك. قالت لي امين علينا وعليك. قلت لها ان شاء الله، وقعدت معاها عاونتها وفرزنا الدوزان. كي كملنا قالت لي يعطيك الصحة. قلت لها الله يسلمك، وبلا مزية وخليتها تسيقها ورحت خدمت شغل داري وطيبت الفطور. جا الاسبوع ديالها
ورجعت كل يوم تجي عندي للكوزينة. مرة تقولي شميت ريحة طعم أكلتك تشهي، ومرة تقولي حبيت نشرب قهوة معاك ونقعد نقصروا ضاق خاطري وحدي. ومع الوقت بدينا نولفوا بعضنا. حتى مرة قالت لي نرجس اسمحيلي غلطت فيك مع الأول وما ظنيتكش كامل هكذا. قلت لها كيفاش محسوب؟ قالت لي ناس داري مدولي صورة واحدة أخرى كامل عليك، بس حكي عاشرتك صبت إنسانة ما تنشبعش وقلبك صافي. قلت لها الواحد لازم يعاشر باش يحكم. عمرك إذا تحكمي على واحد ما تعرفيهش أو تسبقين العيب. قالت لي هما ثاني الكلام اللي حكاوه لي عليك خلاني نخاف. قلت لها واش قالوا لك؟ قالت لي خلاص خلينا منهم حكاية وجازت. قعدت ننسيستي عليها حتى قالت لي باللي قالوا لها عليا خارجة الطريق، وهربت من دارنا باش خديت واحد وأنا تاع مشاكل وبدلت وليدهم عليهم وسحرته. وبزاف كلام يجرح. صح غضتني عمري لداخل بصحة ما بينت لهاش وغميتها بالضحك ولعبتها استصغرت كلامهم واتهاماتهم، وأنا الشي اللي كان في قلبي ما يعلم به غير هو. وكلت عليهم ربي عليهم كامل ونوقف لهم عند الشهادة. المهم جوزنا مدة نورمال بيناتنا غير القدر. حتى الحق عرس خويا خطب وحدة شحال مسمومة وحاسبة روحها متكبرة. هذا كامل كي هي قارية وأنا لا. المهم قلت لخويا القطو عليا كادو من عندي، درت له 5 أنواع وعدلتهم بالطبع والشين ودرت كل شي في داري. ما رحتش ايامات من قبل غير باش نيفيتي المشاكل. خليت حتى ليلة الحنة وجدت روحي شريت حوايج وديت مصروفي تاع الحفافة ورحت لدارنا. كي لحقت صبت نسا خاوتي يدبروا على ماما وهي تسمع وتطبق بدون أي نقاش. لو كان غير دبارة النية كانوا يتبعوا فيها على راسها عيني عينك وهي تتبع فيهم. وأنا لو كان نهدر ما يتهناو حتى يخرجوني بالكلام ويجرحوني ويطيحوا لي دموعي. المهم في هذيك الليلة درنا عشاء غير للفاميليا. ماما طيبت العشاء عاونوها بنات خالتي شوية، وأنا استكلفت بالقهوة ولاتاي ولماعن. وكيف ريناها جبت حبيت نفرش للناس. نطقت واحدة من سخاوتي قالت لماما لا فراشك جديد ما تجبديهش أجبدي القديم والباقي خبيه. جبدت ماما وحدها قلتها واش بيها هذي؟ حبيتها تضحك علينا الناس. لو كان جاب بيها فراشك وتخمم عليك لو كان زادت جبدت فراشها للناس. ما راكش تشوفي الحالة كيفاش راهو البارد؟ قالت لي لا. قلت دبر راسك انتي مولات العرس وتبهدل يرجعوا ليك. وكيما كان الحال اللي اشترح كان بلاصة وتغطى ورقد واللي ملحقش طفرت فيه بوغتو. كاين الفراش بزيادة بصح باش ترضي العرايس ما حبش تجبدو. وكي نهدر يقولوا لي راكي جايبتها مورا سخاوتك. وهما شافوهم باللي كانوا قاعدين منهم من الضياف سبقوا للطابلة يتعشوا وما كانش اللي رفدت كاسمة غدوة من ذاك النهار اللي باش نجيبوا العروسة فيه. اللي نجي نديرها تنطق ماما وتقولي اصبر نشوفوا مع مرت خوك. ما عجبنيش السوق رفدت روحي ورحت للحفافة وقلت لها في قلبي انتبوا لسانكم ربي سهل عليكم. مشطت ومكيت ولبست وكي وصلت للدار صبتهم يفطروا ويفطروا في الناس. ومن بعد كي غسلوا الماعين قلت لماما نبداو نطيبوا قهوة. ما واجبتنيش ورحت تشاور في مرت خويا. قلت لها مازال الحال. قلت لماما انا نهدر معاك وانتي تشاوري لي في عرايسك اللي من البارح وهما حاكمين الكراسة وقاعدين. وانا قلت لها روحي هنا وانتي ماشي مامبا مقيمتني. قالت لي لا هي الكبيرة عليك. وتعرف تقلقت منها ورحت العرايس خالتي حكيت لهم راحوا عند ماما وقالوا لها هذاك هو راهو الوقت هذه راهي تطبع فيك على راسك. لو كان جات بنيتها وتخمم عليك لو كان راهي نار تتعاون ماشي من البارح وهما متصدرين في الكراسة كي ضيف. قالت لهم ماما روحوا اللي حبت الطيب الطيب. الدمعة حصلت في عيني. نظر رئيس خالتي مساكن يتجراو اللي طيب القهوة واللي طيب لاتاي واللي تعسل في المقروط واللي تعسل في القراوش وانا نجري ونوجد في الطوابل. كي بداو يجيو الناس عرايسنا دخلوا مع الضياف وعرايس خالتي تكلطوا بالضحك. قالوا لهم جوزوا تفضلوا العرس عرسكم. وقت العشاء خصونا المغارف. مرت خويا الدوزيام خد بيتهم تحت 99 طبقة غير باش ما تمدش. وقالت ما عنديش. درت الماما وقلت لها شفتي عرايسك اللي تشهدي بيهم أسري دوكا بيهم وجهك. داري في ولاية واحدة أخرى سينو ما استخسرش في خويا. هنا سمعتني مرت خويا وقالت لي منين نجيب؟ ما عنديش. قلت لها ماشي ما عندكش هذا كامل الخبث والغيرة اللي حارقة قلبك. بصح نهار ليك ونهار عليك انتي تاني بنتك راهي في حجرك وما تنسايش. ورحت وخليتها تعيط وتهدر بصح ما سمعتش واش قلت.
من صوت الغناء كملت عشانه. كملناه أنا والبنات وخاوتي سمعوه باللي داوست معاها، واللي جي عيط عليا ويسبني ما بردو حتى خلاو دموعي ويدين. كملت العرس ورجعت لداري، ما قدرش نزيد نريح أكثر. غدوة من ذاك عيطت لي ماما في التليفون وقالت لي أنت اللي ظالمة. نوض نبكي وقلت لها عندك الحق نستاهل، دوكا جوزت العرس كامل واش درت؟ ومن بعد أنا اللي ظالمة بصح معليهش، هذه توصي للجاية. قالت لي واش حبيتيني نديرلك؟ دوكا ايه انتي اللي ظالمة. قلت لها ماشي جديدة عليا، ملي نشفى العمر وانتي في لسانك غير واش حبيتيني نديرلك. كنت نسكت في وجه خاوتي ونقول رجال ما ترديش في وجههم، بصح باش تبكيني على جال بنات النساء وانا راس طفلة عندك برك ما عندها حتى معنى. قالت لي انا قلت تعرف وتحرمر لي وجهي. قلتها راكي شفتيها كيفاش حمرت لك وجهك مليح، رحمي على عرايس اختك، سينو لو كان شفتي تبهدلت على الصح. انا المهم منه وجاي ما نزيدش ندخل روحي وندور روحي مني من البراوية. قعدنا ندي ونجيبه في الكلام حتى قالت لي كي تحاكمتي معاها واش قلت لك؟ قالت لك كي قلتي لها بنتك في حجرك. قلت لها ما على باليش ما سمعتهاش، علاش واش كاين؟ قالت لي راهم يقولوا عايرتك بالهرابة. التمت انشعت، كوبيت مع ماما وعيت لمرت خويا عرشت لها وقلت لها انا اللي هربت. قالك تافي باردين وهربت من ذل والحقرة، وانتي يا بنت العز والدلال ياك كانوا داركم موفرين لك كل شي واللي تطلبيها تحضر، وكنتي مع خويا في الزنق واش اداك ليها. المهم ما خليت لها ما بقيت لها، انا كوبيت عليها وهي هبطت لدارنا دارت حالة. قلت لها في قلبي الله لا تردكم، كيما بكيتوني ابكيو انهرتو، خلي تخلع على رسالكم ماشي غير انا اللي نبكي دايما. ايامات من بعد بديت نحس بالعيا والفشلة، شكيت في روحي وكيما كان الحال. كي رحت تجوزت عند الطبيبة قالت لي عندك شهر حمل. ابداني لوحم كالعادة، الحق وحيد كان اللي نتشهاها جيبها لي، ما كانت خدمته ما كان حالة بالصحة، ما خلى والو في خاطري وقضالي من كل شي. اللي جت في خاطري نطيبها، ما استنيت حتى واحد يدير فيا المزية. المهم كيما حكيت لكم من قبل باللي هو كان منع عليا مواقع التواصل الاجتماعي والفليكسي غير قيس قيس. واحد النهار هو كان في عرس صاحبه وانا كنت قاعدة نتفرج في التلفزيون وبنتي تلعب بالتليفون، تخلي ميساج تاع فيسبوك مكتوب فيه ارسلت لك رقم هاتفها. ما شفتش على اسم مليح تاع الفيس ديالها، خرج لي نيميرو تليفون في ميساج كليكيت عليه ابيل سونا. هو سوني وقلبي يخبط حتى رفدوا عليا وسمعت صوت امرأة. من الشوك كوبيت بالخف وقعدت نرجعش. اخر حاجة توقعت راجل يديرها لي هكذاك وقلت نزيد نتأكد قبل ما نحكم عليه. حاولت نتهدن وقعدت نخمم مع روحي، قلت الفيسبوك ديالو وصلوا النيميرو فيه واش أحب يقول، زعما يكون يحكي مع نساء. ما على باليش كيفاش تجرأت ودخلت درت النيميرو ديالي على أساس نسيت كلمة السر وبديت نقرا في الكوارث. صبتو عنده 6 شهور يهدر مع وحدة من الشرق وكان حكي لها عليا وعلى بنته وباللي راني حامل ونقدر نقول تقريبا حكي لها كل شي. وزيد من فوق بعث لها تصاوره وهي بعثت له تصاورها. والصدمة كانت أنها متزوجة وعندها طفلة. وفي آخر ميساج صبتها بعثت له النيميرو ديالها وقالت له فليكسيلي وفليكسيلها. هنا غضتني عمري كثر صار أنا محرم عليا كل شي والفليكسي حسبني عليه. أو من بعد يروح يفليكسي لنساه. عاودت عيطت لها رفدت لي، قلت لها شوفي يا بنت الناس من الاخر واش حكايتك مع وحيد؟ قالت لي شكون انتي؟ قلت لها انا مرتو نورمالمو راهو حكي لك كامل التفاصيل. بلا ما نطولوا الكلام سكتت شويه ومن بعد قالت لي شوفي نرجس، حاجه ما تستاهل تقلقي روحك على جالها، وانتي حامل ومريضه، خمي على صحتك وعلى البيبي اللي في كرشك. اما الرجال كامل كيف كيف ما عندك ما تخيري فيهم. ميم انا راجلي راهو دير هكذا، بصح انا ماشي من النوع اللي تحط يدها على خدها وتبكي، لا لا كيما يدير ندير. قلت لها لو كان جيتي بنت اصله فحله تطلقي منه ما تديريش الحرام وانتي في رقبته. وكوبيت عليها من بعد عيطت لهداك حبيبتي عروسه تاع دار عمو ومديت لها النيميرو ديالها وحطته في الجروب تاع الرجال وكتبت اللي بغى يعيط. ومن بعد زدت عيط الواحد رفد لي قال لي وين نرجس كاش ما تحتاجي. قلت له ما ظنيتكش رخيص
والرخص يوصل لهذه الدرجة يا وحد الخاين؟ أو كوبيت عليه. قعدت نبكي حتى تخلي يخبط في روحه ويقول لي علاش تفتحي في الفيسبوك؟ حلفت له باللي ما فتحتوش سينو يرجع كامل الظلم عليا ويغم الحكاية لصالحه. وريت له الميساج اللي لحقني فيه النميرو تاع المرأة، قلت له عيطت لها وكسبتها بالكلام حتى حكيت لي كل شي، ما عندك ما تنكر. سكت. قلت له هذه آخرتي معاك، أنا هنا مدفونة في الدار وخدمتك بيك ببنتك وحاملة التمارة والسبان والمعاير تاع يماك على وجهك، وصابرة ونقول خليه معليه يجي نهار ويفرج ربي، ودايرتك سندي ومسندي، وانت برا تلعب بذيلك وتخون فيا وتفليكسي لنساء رجال. حط راسه. قلت له أضربتني في ظهري بصح والله غير تخلصها غالية، ولا مانيش نرجس. أنا نبكي هو يحلل ويطلب في السماح ويحاول يبرر غلطته، وأنا غالقة راسي ماشي حاملة كامل نسمع صوته. صح تحطمت نفسيا، توقعت كل شيء إلا هذا الشيء. كيما قدرش يقنعني خرج، وأنا عاودت فتحت صبته راح فاصة كل شيء، واللي تخرجت ونحيت كل شيء من متصفح جوجل، وقعدت مدية منه موقف ما نطيب له ما نغسل له ونوض نوكل بنتي نرجع لبلاصتي تكسل ونغرق في دموعي. فذاك النهار كي عاود تخلل في الليل غير شفته زادوا ضربوني جنون عليه وكرهته، وقلت له دوك توصلني لدارنا. الضرب والذل هو للخيانة تاع راجلي اللي قاتله عليه روحي ومتحملة معاه. قال لي ما نوصلكش وردي بالك تغلطي وتعيطي لهم، والله ما نتفاهموا عليها. ما فقتش روحي كيفاش حتى قلت له رخيص يقعد رخيص، ويجبد عليا بزوج كفوف حتى جمدت مع يده. هو خبط وخرج وانا قعدت في القاعة وبكيت مخ راسي. ومن بعد نطف تحت الباب باش نروح نغسل وجهي، حتى صبت مرت لوسي وعجوزتي وبنتها يتصنتوا، بصح ما فهموش الحكاية. قعدت معاه على نفس السيرة مدة 20 يوم، ما نهدرش معاه، نخدم شغل داري نطيب نحط نرفد، عايشة جسد بلا روح. حطمتني هذه الحكاية مع الوحم، ما صدتش كامل روحي، دخلت في حالة اكتئاب. عيط الماما زعما نفرغ لها قلبي ونشكي لها همي. قالت لي غير ما تدخلش ولادي في حكايتك، ربي سهل عليكم. وزادت كملت عليا. مرت لوسي كان يجيب لها راجلها هذا ابو زلوف هذا حوت كل يوم ريحة، وانا نشم ونتشهى وما نقدرش نقولها، بصح كان على بالهم باللي حامل. ولو حامل صعيب واحد الحق ملقريه، كان مدخوله قليل وكنا متنايفين، بصح ما بخلش عليا ويحاول يقضي من كل شيء، بصح ما على بالوش واش في خاطري، لخاطر ما كنتش نهضر معاه. هذوك الايامات مرضت تاع الصح وهملت داري وبنتي، ورجعت ما نقدرش ما نوض من الفريش باش نطيب، ولا هو يجيب لي الماكله من برا. وهما لا عجوزتي لا مرت لوسي ما كانش اللي حوس يفهم ولا جاب لي ماكله سخونه. عجوزتي كانت تتوكل بنتي وتعيط لوليدها ياكل عندها، وانا نتهرد ماشي سامعه كامل بيا. المريض وما رحموش، كان يحكمني البرد حتى نولي نرعش ونبكي وما نقدرش نهدر، وواحد يقعد يحاول معايا ينرجس غير قولي لي واش بيك، واش ندير لك، واش نعمل لك، واش نجيب لك. وانا ملقري كنت في اضعف حالتي، بصح ما حبيتش نسامح على غالب، خشنت الراس عندي وراثة ما نطحش من العود. هنا خلاص ما صابش بها وين، ارجع كل يوم يجري بيا من سبيطار لسبيطار وما طبيب لطبيب، بصح واحد ما فهم حالتي، حتى وراولو واحد الجينيكولوج الله يذكرها بالخير اداني عندها، شافتني قالت له حالتها النفسية ماشي عضوية، ومدت لي دواء. مع اللي شربت الحبة الأولانية بديت نرتاح الحمد لله. فهذيك الليلة رقدت وما فقتش روحي كامل، لدرجة لو كان رماوني في البحر ما نجيبش خبر تلمو صبت عليه. غدوة من ذاك نضت دوشت وخملت داري، وواحد في كل دورة يحاول يرقعك ويغطو معايا وأنا غير ساكتة. حتى واحد النهار كنت نطوي في الحوايج في البيت، هو دخل وأنا جيت خارجة، كنت نحاول نيفيتيه قد ما نقدر، صح رجعت كي نهدر نواجبه بثقالة وغير قيس، بصح قعدت جابت روحي منه. كي جيت خارجة حكمني من يدي وقعدني فوق البنك وقال لي شوفي يا بنت الحلال، أنا صح غلطت وخسرت معاك وظلمتك وحقرتك، راني مستعرف بكل شيء، بصح سمحيلي والله ما نزيد نعاودها حتى للموت. صورته هذه تعنسى على بالي عميتها وما عندي حتى مبرر، بصح غلطة وما تتعاودش بإذن الله. قلت له راك حلفت، بصح دير في بالك إذا عاودت همام أنا نولي ندير نفس الشي. ما على باليش كامل كيفاش خرجت من فمي. زبط وجهه قال لي أيا بركينة دوكا من الهدرة الزايدة،
اسكت بصحة. تحبوا الصراحة الحكاية هذه خلت أثر كبير في علاقتنا. حسيت حاجة تكسرت ما بيناتنا. مارغريت صالحنا بصحة قعدت غيظتني عمري، وقلبي برد بزاف من جهته. حاسة روحي عايشة معه جسد بلا روح وبلا قلب، نخدم واجباتي ومسؤولياتي والباقي رجعت من طالبه بوالو. الحاجة اللي ضرتني أكثر أني ما عندي حتى دار تلمني من غير دارو. لخاطر سبقت وجريت وحكيت لماما وقلت لها نجي نريح في دارنا حتى يعرف قيمتي. قالت لي لو كان تجي انتي تدخلي من وانا نخرج من، واش نزيد نستنى من دارنا بعد هذا الكلام؟ المهم جوزت مدة حملي كما حب الله. حتى قرب وقت الزيادة جبتها سمانة وانا نشرب في القرفة. دبرت عليا عجوزتي قالت لي باش تسهلك. نشفى كنت 4 تاع الصباح كي بداني السطر، رفدوني للسبيطار وشدوني، ووحيد الحق لي قشي. درت القرآن بالكتبان ونبكي، ما قدرت نسمع لحتى واحد. حتى جت الفرملية داتني وداروا لي إبرة وقعدوا يحاولوا معايا حتى زيدت الطفل بسلامته. بصح هكداك وقعدت نتوجه حتى شكيت عندي تواب وما زال واحد، وهما فينا المول اخواتي تاع الصغير تفتوا. زيد كملتها بالكورتاج. قالوا لي واش كنتي تشربي حتى صرالك هكذا كاش دواء؟ قلتهم لا شربت القرفة مدة سمانة. الطبيبة خلعته وقالت لي واش بيك يا مدام، ما على بالكش بلي القرفة دير لي موغاجي؟ اسكت. قالت لي عيطي لبابا يجي يدي وانتي نبعثوك للسبيطار الكبير. انا من الخوف تاع الكورتاج قلت لها خلاص راح السطر، وحملت حتى خف عليا والحمد لله. غدوة من ذاك رجعت الدار ودار راجلي عشا تاع السلاك، عرض الناس وقامت يماه وخيته بالوجه. كنا في زمان البرد والثلج، وعجوزتي هي اللي كانت تتقمط وليدي بصح تخليه غير بتريكو واحد وصدره يبان. كما عيت معاها وانا ونسا اللي كانوا يجيو يهنيولي باللي البرد. كانت تقولي لا البيبي ما يبردش، خليه حتى ضربوا الهوا ورجع يسعل حتى يزرق ويتخنق، ورجعنا نجريو به من طبيب لطبيب. وانا مازال لي نفسه في الربعين ما درتهاش هكذاك ومنفعش معاه والو حتى دخل السبيطار وداروا له الاكسجين والتيوات باش يسرحوا له صدره مسكين. وحيد كان قاعد دوره ما يسعاه، وليت مديت له الدراهم اللي اعطاوهم له باروك وباركوا بهم الحباب باش يعاون به روحه ونداوي وليدنا. قعدت معاه 15 يوم في السبيطار، كل يوم يتخنق ويزرق. عاد الفرامله ينحوهولي من يدي ويروحوا يجريو بيه ويغلقوا عليا الباب. كي شفتو مرتاحش قلت الوحيد نخرجوا ويشوفوا اخصائي. قال لي صبري نشوف كاش واحد يسلف لي ولا نرجع دراهمي اللي كلاني فيهم شريكي. جرا وما كاين والو، وليت بعت مناكشي اللي شريتهم في هرسي ومديت منهم الوحيد وحكمت الباقي داوت بهم وليدي والحمد لله. درت كامل واش قال لي الطبيب وقفت عليه حتى برالي والحمد لله. موراها وحيد قرر يتفاهم مع شريكو وداروا جماعة بالناس الكبار والحمد لله فرات على خير، ورد له دراهمه وفتح محل يسترزق بيه. فتحه ورجع يخدم وبدأت تتحسن حالتنا المادية أنا وعجوزتي. قعدنا ديما في المشاكل، ما هنات روحها. بصح الوقتاش نقعد نجوز وخلاص عيت منهم ونرجس العقلة راحت ورجعت لهم كيما النووي كلمة ب10. كرهت من المشاكل والقولون أثر عليا بزاف. كانت عندهم سكنة فارغة وبيخليني وجوه الشر. قلت راجلي نرحلو ليها يا لو كان بالياجور ونقسموها بالعقل. قعدت موراه حتى قنعته. قلت ولادي كبروا بسلامتهم والدار ضيقة، هما يريحوا ويربحوا له ساعة هنا وإحنا لهيك نتهنوا من المشاكل. والحمد لله قبل ورحلنا تميزرنا شوية مع الأول، بصح مع الوقت كي تحسن الوضع المادي ديالنا سقمناها وذوك يماه وخيتو رجعوا يجوني ضياف هكذا خير يقعد القدر ما بيناتنا يجوا على العين والراس ونقومهم. بصح اللي تغلط معايا بكلمة نرجع لها 10. وقت سكات خلاص كل واحد يعيش حياته كيما تخرج عليه. عييت من رضي هذا ورضي ذاك. أما أنا وحيد رجعنا باردين من جهة بعضنا بزاف، لا خاطر كان مهملني إهمال كبير كامل نخدم شغالاتي ولا هي مع ولادي. عييت ما نحكي معاه، ما نفعت معاه لا الملاحة ولا القباحة. عنده مسؤوليات وديرهم، ما نكذبش عليكم ماشي بخل علينا كامل الحمد لله. يوكل يشرب يداوي بلا حساب. بصح علاقتنا راهي في التحطيم. كامل ما عطاني وقت ما حوس عليا كشغل خدامة وخلاص. عيت معاه بكل الطرق، درت سهرات
ندي دراهمي ونشري حوايج باش نكسر الروتين وندير جو رومانسي، زعما باش نجدد علاقتنا. بصح يلعن الزواج وساعته والروتين معاه، ديما يرمي لي الكلام علاش راكي ديري هكذا، اخطينا من هذه الحكايات، خلينا كيما رانا عايشين رانا ملاح. حتى رجعت ما ندير والو، ما نحوس، مام انا عايشه ندير واجباتي وقاعده على جال ولادي. حس روحي في صراع مع ذاتي، وواحد لدوك مازال ما فهمتش التركيبه ديالو. ممكن فرق السن ما بيناتنا خلاني انا ما نفهمه وهو ما يحس بيا. لخطر مرات كان نقعد مع روحي نقول مالقري يصراو المشاكل ما بيناتنا، بصح جامي تخلى عليا وما سمحش فيا. عكس دارنا اللي لحد اليوم مازال ما شفتش منهم موقف بينولي فيه باللي رانا هنا. ويلو مرات كي يصرى نقاش ما بيناتنا نتمنى الموت، لدرجة وين حاولت نأذي روحي شحال من مرة، وكنت فكر يوم الآخرة ولا ولادي نستغفر. المرأة تتحمل كل شي، تربية، تعب، الفقر، السهر، المرض، المسؤوليات كامل. بصح الإهانة والذل والإهمال والخيانة ما تتنساهم هكذاك، ويقعد أثرهم في القلب ويوصلوك للمرض والموت البطيء. تغيظك كي تكوني كل وردة الفتحة، أو من بعد تبدي تذبلي بالعقل. دوك رجعت زعف خفيفي لهب لي القولون العصبي اللي محال نرتاح منه وأنا عايشة في هذه الحالة النفسية. كل ما يجوا العواشير ما نفيقش حتى نصيب روحي نبكي. راني دوك أم الطفلين، ربي يحفظهم ويصونهم ونشوفهم في أعلى المراتب يا رب، هكذاك. وما راني ندمانة ونتمنى ترجع حياتي اللور ونحمل وما نديرش واش درت. كان مدابية نعيش لحظة الخطبة والزواج ونخرج عروسة من دار بابا كما كامل البنات. هذه هي الدنيا وهذه حوالها، ساعات تفرحك وساعات تبكيك، والحمد لله وحده يغنيك. ما كانش اللي سطر مكتوبه بيدو، وما كانش اللي خير حياته ولا أهله، وما كانش اللي داها من كل شيء، والخير فيما يختاره الله. الحمد لله رانا كيما الناس وخير من الناس وأعر من الناس، واللي يجي من عند ربي مرحبا به، الحمد لله دائما وأبدا. نتمنى يا البنات تاخذوا العبرة من هذه الحكاية وما تديروش نفس الغلطة تاعها. وفي نفس الوقت يا أمهات جميع اللي عندها بنت تتهلا فيها وما تعاملهاش بجفاء حتى تحطمها، الطفل في بلاصته والطفلة في بلاصتها، ما تفرقوش ما بين ولادكم، رايحين نتحاسبوا عليهم عند ربي. اعدلوا قد ما تقدروا. وفي الأخير نشكركم بزاف اللي سمعتوا هذه القصة واقعية، ونتمنى لصاحبتها ربي يهنيها ويحفظها ويسر لها أمورها. مع السلامة يا غوالي. قبل ما نكمله ما تنسوش حبيباتي تدعوا ربي يحفظ بلادنا أرضها وشعبها، وتدعوا هذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. الله يكتب لنا غير الخير إن شاء الله يا رب، اللهم آمين يا رب. مع السلامة يا غوالي، نحبكم كامل تتفاعلوا مع الحكاية حبيبات قلبي.